الجمال ده كله حصريا من عندي انا هنا من قلب المطبخ بتاعي المتواضع الصغنون. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب يكونوا بخير وفي احسن صحة يا رب. ايه رأيكم بقى في اكلة السمك الجامدة دي؟ بقى اول مرة اعملها جنب العيش ده، والعيش ده انا منزله لكم بيه فيديو. ايه رأيكم بقى في شوية السمك الجمال دول؟ تعالوا بينا نصلي على النبي ونشوف احنا هنعمل ايه. اول حاجة كده يا حبايبي، معايا سمكتين بولتي، ومعايا بصل، ومعايا طماطمية واحدة بس، ومعايا فلفل رومي. وهبدأ اقطع كل الكلام اللي قدامي الحلو ده على كبير، يعني هقطع كل الخضار ده كبير، والبصل والفلفل كله هقطعه كبير. ليه بقطع الحاجة كبيرة؟ عشان خاطر لونها ما يروحش، ودي حاجة مهمة جدا. والجزر برضو هقطعه كبير، والطماطم، كل حاجة معايا في الخضار ده انا هقطعها كبير. والله يا حبايبي قلت اعمل اكل ايه، اعمل اكل ايه من كتر التفكير والحيرة، وفي الاخر هو ده اللي يجيب بالي. بس بصراحة اول مرة اعمل السمك البلطي ده واحط عليه البطاطس بقشرها، وده فعلا خليتها طعمها حلو جدا. وبحط طماطمية واحدة بس، وساعات بستغنى عنها، بس انا المرة دي حطيت واحدة بس. ونزلت كده بفصوص الثوم برضو قطعتها كبير، مرضتش ادقها. وكمان حطيت كمون وملح وفلفل. ابتدأت اقلب الكلام الحلو ده كله كده، وكمان جبت الورق الفضي اهو كده، وهبدأ احط عليه السمك. مش قادرة اقول لكم بقى الخضار ده طعمه عامل ازاي، طعمه حلو جدا. في ناس كتير بتحب تعمله في السمك البوري او المكاريل، بس انا بصراحة عملته في البولتش كده لان احنا بنميل للبولتش اكتر. ابتدأت كده حطيت كل الحاجات الجميلة بتاعتي اهي، بس كده. وكمان نزلت عليها بقى بشوية زيت. عايزه تزودي ليمون زودي، انا بصراحه استكفيت بواحده بس. وهنا خلاص كان استوى. بص بقى كان استوى، وهنحضر الغدا، وبألف هنا والشفا على قلبنا.